في فترة التسعينيات نشر المستشار بهاء الدين أبو شقة خبر عن ست خاينة بتحاول بكل السبل قتل زوجها، لكن النهاية بتكون متهية. القصة بتبدأ في فترة التمانينيات في قرية من قرى الصعيد مع الطفلين محمود وسعيد، واللي الفرق ما بينهم هو إن محمد من عيلة عريقة عندها أملاك وأطيان زراعية ويعتبروا من أغنى أغنياء البلد، أما سعيد فهو ابن فلاح فقير بيشتغل بالأجرة في حقل من حقول والد محمود. وعلى الرغم من الفروق اللي ما بينهم إلا إن جمعتهم مدرسة واحدة، فكان محمود بيروح مدرسته بالكاريتا، أما سعيد فكان بيروحها بالحمار، وكان الاتنين بيمشوا في نفس الطريق لحد نهايته. وعدت الأيام لحد ما نشأ صداقة قوية بين محمود وسعيد، وعلى الرغم من الفرق الاجتماعي اللي بينهم إلا إن المودة جمعت بين الاتنين وجي معاها الإخلاص والوفاء. ومرت الأيام وتوطدت العلاقة بين محمود وسعيد لدرجة أصبح الاتنين بيجيبوا نفس الدرجات وبيتفقوا في دروسهم بنفس النسبة، وأصبح سعيد دايم الزيارة لمحمود في بيته الكبير من غير ما يدخل لقلبه أي حقد ولا غيرة، ومحمود كمان يرد زيارة لصديقه الوحيد من غير ما يدخل لقلبه كبر أو تسلط. وعدت السنين لحد ما حصل الصديقين على شهادة الثانوية العامة وسافروا سوا لعاصمة الإقليم عشان يدخلوا كلية الزراعة، واستمرت صداقتهم تتوطد يوم عن يوم لحد ما أخد الاتنين شهادة البكالوريوس ورجع كل واحد فيهم لبلدته. ما كانش محمود محتاج الشهادة عشان يشتغل بيها، فأملاكه وأملاك والده مستنيه عشان يديرها، أما سعيد فبدأ في بحثه عن وظيفة عشان يساعد أهله ويريح والده اللي شاف شقة وتعب عشان يقدر يعلمه. وعدت فترة واستمرت علاقة الصداقة بين محمود وسعيد اللي كانوا بيسهروا ويداوموا على زيارة بعض لحد ما محمود والده مات، وورث محمود عنه أملاكه وأطيانه اللي هيكون مسؤول عنها لوحده. فقرر محمود يستعين بصديقه الوفي واللي هيكون الوحيد اللي يقدر يستأمنه على نفسه. وفعلا اشتغل سعيد مع محمود في إدارة المزارع وتربية العجول والدواجن والخراف ومعمل الألبان، وبذل كل مجهوده عشان يثبت لصديقه إن ثقته فيه كانت في محلها. وعدى سنتين اتضاعفت فيهم ثروة محمود اللي بدأ بيها مع سعيد، واتغنى معاه سعيد اللي أصبح شريكه واتغيرت حياته تماما. وفضل سعيد شايل جواه جميلة الفرصة اللي محمود من عليه بيها، وزاد نجاح الشريكين وانتقلوا من النشاط الزراعي للصناعي، ونالوا إعجاب أهل القرية اللي استفادوا من جهود الشابين. وتحولت علاقة محمود وسعيد لمحط إعجاب كل شباب القرية، فكان كل واحد منهم بمثابة الأخ للتاني يفهموا من نظرة واحدة بس. لحد ما في يوم من الأيام قابل محمود بنت جميلة، وعلى الرغم من اختلاف المستوى الاجتماعي اللي بينهم إلا أنه وقع في حبها من أول نظرة وقرر يتعرف عليها ويتقدم لخطبتها. وحكى لها محمود عن صديقه الوفي سعيد واللي كان السبب في مضاعفة ثروته وفي إحساسه بالأمان لأنه دايما كان قد ثقته. وفضل محمود يحكي لحبيبته ليلى كل تفاصيل حياته مع سعيد، وقبل ما يتقدم لها قرر انه يعرفها عليه. وقابل سعيد خطيبة محمود بكل فرحة، فاستمر محمود في مدحه وثناؤه عليه لدرجة ان ليلى قالت انا ابتديت اغير منه. وبعد فترة جه ميعاد الزفاف وفرح سعيد لصديقه محمود كأنه بيفرح لنفسه، وعاش الكل في سعادة وهنا. واستمرت علاقة الصداقة بين محمود وسعيد اللي كانوا بيدعوه كل يوم للعشاء والسهر معه هو وزوجته، وكانت ليلى مرتاحة في وجود سعيد ومعكرش صفوهم أي حاجة، لحد ما أصبح سعيد بالنسبة لهم فرد مهم في العيلة، وبقت ليلى بنفسها تدعوه على كل حفلة وكل سهرة. وعدت الأيام لحد ما في يوم طلب محمود من زوجته تدور لصديقه على عروسة في حضور سعيد، وبدأ يعرض عليه أسماء بنات القرية عشان يختار منهم واحدة قبل ما العمر يعدي بيه. لكن فجأة قطعته ليلى بكل عصبية وهي بتقول سيبه في حاله، انت مالك وماله، خليه شايف شغله، الجواز هيعطله عن الشغل. وهنا والأول مرة بدأ الشك يدخل في قلب محمود، وبدأ يسأل نفسه إذا كان في علاقة بين صديق عمره وزوجته وإزاي بدأت. وفضل يسترجع ذكرياته اللي بتجمعهم سوا هما التلاتة، لكن ملقاش أي تفسير منطقي أو معقول للبداية. وعدت الأيام وكأنها قرن بعد ما احتل شبح الخيانة تفكير محمود وكيانه. ومن بعد اللحظة دي بدأ محمود يراقب تصرفات زوجته، ويوم بعد يوم بيحس بنفورها منه بسبب العلاقة الآثمة اللي دخلت قلبها، وبسعيد اللي بينافسه على حب زوجته. وبسبب كده بدأ محمود يتعامل مع صديقه لأول مرة بجفاء. حس سعيد بصديقه الوحيد فقرر ينسحب من كل السهرات وما يدخلش البيت تاني، وأصبح كلامه مع محمود في الشغل وبس، لحد ما فجأة بدأت الإشاعات تظهر ما بين أهل القرية بأن في علاقة بين زوجة محمود وبين سعيد. وأصبحت سيرة الصديقين اللي كانوا مثال على الوفاء والحب على كل لسان، لكن بالغيرة والحقد. واتهم الكل سعيد بملاحقة زوجة صديقه اللي فتح له بيته وأنقذه من حياة الفقر اللي كان عايش فيها، لحد ما وصلت الشائعات لمحمود وأيقن منها إن صديقه هو اللي بيلاحق زوجته مش العكس. لحد ما فجأة وفي يوم من الأيام وتحديدا الساعة 10 بالليل سمع أهل القرية صوت رصاصتين، فتجمعوا ناحية مصدر الصوت عشان يكتشفوا إن محمود ضرب النار على سعيد صديقه. واتأكدت شكوك أهل القرية في سعيد اللي يستحق الموت. وصل رجال البوليس واتقبض على محمود بتهمة الشروع في قتل صديقه،
وتم نقل سعيد للمستشفى. وجت تحريات المباحث تأكد إن محمود ضرب النار على صديقه عشان يبعده عن حياته، وإن سعيد هو السبب بسبب ملاحقته لزوجة صديقه ومحاولة استمالتها، فكان بيطاردها في كل مكان. لكن الزوجة المخلصة كانت بتصد وتفكره إنه زي أخوها، لحد ما اضطرت تشتكي لزوجها عشان يبعدوا عن القرية، لكنه رفض يبعد عنها وكانت النهاية ضربه بالرصاص. في الوقت ده كان سعيد في المستشفى بين الحياة والموت بعد ما أوشكوا الرصاصتين إنهم يخترقوا قلبه. أما محمود فرفض يجاوب على أي سؤال بتسأله النيابة، فقرر وكيل النيابة إنه يسأل زوجة المتهم محمود، فحكت له يا حزينة إن زوجها كان مخدوع في صاحبه سعيد وغارق في الثقة فيه، ما بيردلوش طلب ولا بيبخل عليه، لكن سعيد مرعاش حقوق الزمالة والصداقة وما كانش أمين للعشرة، وبدأ يبص لها بنظرات مليانة بالرغبة ومن غير استحياء. أما هي فكانت بتحاول تتجاهله لحد ما بدأ يلاحقها بمكالماته الهاتفية ويفتعل أي سبب عشان يتكلم معاها، وكان بيحضر لمسكنها في غياب زوجها عشان يتودد لها. فحاولت ليلى تقنعه إنها سعيدة مع زوجها وعايشة معاه قصة حب وردية، لكن رفض سعيد واعترف لها بحبه اللي حصل من أول مرة شافها في الكوشة، واعترف كمان إنه بيعاني من ولع الحب ومش قادر يعيش من غيرها، ورفض عشانها كل الزيجات لأنها محتلة قلبه، لحد ما قاطع وكيل النيابة عن الأشعار اللي بتقولها وسألها عن المدة اللي فضل يطاردها فيها، وده لأنها متجوزة بقالها سنتين. فأكدت ليلى إنه بيلاحقها بقاله سنتين، وكملت كلامها وقالت إنها بعد ما استخدمت كل الحيل عشان تبعده عنها ما لقيتش سبيل غير إنها تحكي لزوجها الحقيقة عشان يطرده من الشغل ومن القرية، وتبين له حقيقة صديقه للحقد والغل مالين قلبه ولسه شبح الفقر واقف قدامه. واستمرت ليلى تحكي لزوجها يوم بعد يوم عن مطاردات سعيد ليها، لحد ما في ليلة من الليالي رن جرس التليفون، واتفاجئت بسعيد وهو بيقول لها انه لقى الحل اللي هيخلصه من معاناته ويطفي النار اللي بتولع في قلبه لما يشوفها في احضانه، والحل هو انه يقتل زوجها عشان يخلالهم الجو سوا. وهنا انهارت ليلى وهي بتفكر في زوجها اللي هيموت بسبب صديقه الحاقد، فقررت انها تخرج بسرعة تدور عليه، لكن لحقها محمود بدخوله البيت فبلغته ليلى فورا بنية سعيد. وكملت وقالت ان محمود استشاط غضب واخد معاه مسدسه وخرج يجري من البيت والشر مالي عينيه، وعرفت بعد كده انه ضرب عليه النار. فقطعها وكيل النيابه وسالها اذا كانت بتعترف ان زوجها هو اللي ضرب النار على سعيد مع سبق الاصرار، فتعصبت ليلى وهي بتقول ان سعيد يستحق القتل لانه قابل حب زوجها واخلاصه بالغدر والخيانه. فاستدعى وكيل النيابه محمود وعاد عليه كلام زوجته، لكن محمود اصر على الصمت ورفض يجاوب على اي سؤال. وعدى 3 أيام استقرت فيهم حالة سعيد وأصبح قادر يتكلم، فراح وكيل النيابة لاستجوابه عن اللي حصل. وحسب الخبر جاوب سعيد بكل هدوء وقال إن صديقه عمره كان بينظف المسدس اللي مرخصه فخرج منه رصاصتين بالغلط. فاتصدم وكيل النيابة وواجهه بتحريات المباحث واعترافات الزوجة، لكن استمر سعيد في الإصرار على إن الرصاص خرج بالغلط وإن هو اللي انحنى بجسمه ناحيتها وصديقه وما كانش قصد يقتله ولا يمسه بمكروه أبدا. وهنا ما كانش قدام وكيل النيابة أي طريقة عشان يعرف الحقيقة، فتحريات المباحث ما تعتبرش دليل لأنها مستوحاة من كلام الجيران، ده غير إن ما كانش فيه شهود على الواقع، وكلام الزوجة ما يثبتش إن الزوج قتل صديقه عن عمد حتى لو كان خد مسدسه وخرج من البيت بيه. فتم حفظ القضية باعتبارها حادثة. وبعد ما فاق سعيد من اللي حصل قرر يسيب البلد ولقى شغل في بلد تانية وبدأ فيها حياة جديدة. وعدت فترة وعم الهدوء في القرية واتنست قصة محمود وسعيد، لحد ما في يوم من الأيام اتجمع حوالين بيت محمود سيارات الشرطة والإسعاف ودخل فيها محمود اللي كان في سبات عميق وكأنه جثة، وتم القبض على ليلى وراجل مجهول ما كانش ليه دور في أحداث القضية السابقة إلا إنه كان محورها. واتعرفت الحقيقة كاملة اللي بدأت مع ليلى اللي كانت بتشتغل في مصنع من مصانع الألبان لمحمود، وكان بيجمع علاقة حب بشاب ميكانيكي فقير، وكانوا على خطوة واحدة من الجواز، لحد ما في يوم من الأيام زار محمود المصنع عشان يتفاجئ بليلى البنت الجميلة واللي باين عليها علامات الفقر والعوز. ومن أول نظرة وقع محمود في حب ليلى وقرر الزواج منها، وتأكد إن الحب كفيل إنه يدوب الفروق الاجتماعية اللي ما بينهم زي ما دابت بينه وبين صديقه سعيد. وهنا عرفت ليلى إن دي فرصتها عشان تخرج من الفقر اللي هي عايشة فيه، فاتفقت مع حبيبها الميكانيكي على الزواج من محمود بهدف إنها تورثه عن قريب ويعيشوا هما الاتنين بثروته وفلوسه. وفعلا بدأت ليلى في تنفيذ خطتها وقدرت تقنع محمود بحبها ليه وتوهمه إنه أول راجل في حياتها، وتم الزواج بين محمود وليلى. وبعد أسبوع واحد قدمت ليلى عشيقها الميكانيكي لزوجها عشان يشغله عنده سواق، بعد ما مدحت في أخلاقه وفي طيبته وتفانيه في العمل، وما شكش محمود للحظة في إن ممكن يبقى في علاقة بين زوجته والسواق بتاعه. وبدأت المقابلات السرية تحصل بين ليلى وبين عشيقها واللي دخلوا هما الاتنين حياة محمود وعرفوا كل حاجة عنها. وكانت نقطة ضعفه الوحيدة هو صديقه سعيد، فحطوا الخطة الشيطانية عشان يوقعوا محمود في سعيد ويجبروه على قتله، وده من خلال ضغط ليلى على محمود وزرع الشك جوه قلبه ناحية صديقه الوفي اللي طمعان في زوجته وفي ثروته.
واستمرت ليلى في مخططها اللي بتنفذه على مدار سنتين لحد ما نجحت تشبع عقل وقلب محمود بخيانة صديقه ليه. وأخيرا اقتنع محمود وقرر إنه يقتل صديقه، لكن لسوء الحظ رفض الصديق الوفي إنه يعترف على صديقه، وفشلت خطة ليلى والسواق فشل ذريع، لكن قرروا ما يتراجعوش واستمرت المقابلات بينهم لحد ما تيجي الفرصة المناسبة اللي يقتلوا فيها محمود من غير ما حد يشك فيهم. وعدت الأيام لحد ما في يوم من الأيام لاحظت ليلى فرحة الخادمة بتاعتها، ولما سألتها عرفت إن زوجها خرج من السجن، وده بعد ما اتهم في إصابة شخص باعها مستديمة واتسجن بسببه. وهنا نورت فكرة شيطانية جديدة في عقل ليلى، فعرضت على الخادمة مبلغ ضخم ووعدتها بمبلغ زيه ولو خلت زوجها يقتل محمود عشان تورثه وتستولى على أمواله كلها، وطمنتها إن الجريمة هتبان إنها حادثة قتل خطأ. وحسب الخبر كانت الخطة إن زوج الخادمة يصدم محمود بعربيته وهو في طريقه للبندر عشان يشتري مستلزمات شغله. واتفقت ليلى مع الخادمة على الوقت والميعاد واديتها عربون من الفلوس. فخافت الخادمة إنها تتورط هي وزوجها في جريمة قتل، وخافت ترفض طلب ليلى فتنتقم منها، فقررت تبلغ الشرطة بمخطط ليلى في قتل زوجها بشرط التكتم على الشهادة. وهنا قرر البوليس مراقبة ليلى لمعرفة مخططها، وانتشر المخبرين حوالين بيت ليلى لحد ما قدروا يكشفوا العلاقة الآثمة اللي بين ليلى والسواق. ولأن السواق ليه مكان مخصص في الفيلا فمش من الصعب إنهم يتقابلوا ولا سهل إن حد يشك فيهم. واستمرت المراقبة لليلى والسواق لحد ما شاف المخبر السواق وهو خارج من الصيدلية وفي إيده كمية من الأدوية، فدخل المخبر بسرعة الصيدلية وعرف إن السواق أخد كمية من جرعات منومة بروشتة الطبيب خاصة بمحمود. وفهم المخبر الطريقة اللي قررت ليلى إنها تقتل بيها زوجها، فتم استدعاء الخادمة عن طريق زوجها وأمرها البوليس بمراقبة ليلى واستخدامها للأدوية. فقالت لهم الخادمة إن محمود متعود إنه يشرب كل يوم قبل ما ينام كوباية لبن ومعها جرعة من المنوم، واللي أصبح بياخده بعد اللي حصل مع صديقه. وأكدت إن هو ده أنسب وقت ليلى تستخدم فيه المنوم، وفعلا في الميعاد المحدد كانت ليلى حطت جرعة المنوم في كوباية اللبن الخاصة بمحمود، وده عشان يبان إن موته نتيجة جرعة زيادة من المنوم اللي أخده عشان ينام بسرعة. لكن الشرطة قدرت توصل في الوقت المناسب وتم نقل محمود للمستشفى. في الوقت ده كان بيتم استجواب ليلى اللي كانت منهارة من العياط وهي بتقول إن كل أحلامها ضاعت، وحسب الخبر قالت إنها تعترف بالحقيقة، ده ذنب الراجل اللي ظلمته. واعترفت ليلى إن سعيد في الحياة كان شاب خلوق عمره ما لمس شعرة منها ولا بصلها بنظرة حب أو رغبة، وإن هي اللي دبرت الخطة كلها عشان تدخل زوجها السجن وتورثه. وأنهت كلامها وهي بتقول صحيح الإنسان ما يملاش عينه غير التراب، أنا حاسة إني بموت. واعترفت إنها أخدت جرعة سامة كانت محتفظة بيها في هدومها لحظة القبض عليها، وقبل ما تلفظ آخر أنفاسها طلبت السماح من كل اللي غدرت بيهم وأذتهم. وماتت ليلى وهي بتدعي ربنا يغفر لها. وبعد ساعات فاق الزوج عشان يكتشف الخديعة اللي تعرض لها من زوجته الخاينة، وكان أول حاجة عملها هو إنه يدور على صديقه اللي ظلمه وحكى له على كل حاجة، وطلب منه ينسى الماضي ويرجعوا زي زمان. فرد عليه سعيد بقصة قراها في الأساطير القديمة عن راجل كبير بيشتغل زمار، ولما ضاقت بيه الحياة خد مزماره وقعد جنب شجرة يعزف جنبها أنغامه، وفجأة خرجت حية من الأشجار وهي بترقص وبتتلوى على صوت أنغامه، ومن فرط إعجابها بعزفه خرجت من جوفها جوهرة كهدية للزمار. فرح الزمار وراح بسرعة عشان يبيعها، واستمرت حياته في تحسن ورخاء، وكان كل فترة يزور صديقته الحية عشان يغني ويرقص معاها وفي النهاية تديله الهدية. واستمر الحال لحد ما في يوم من الأيام مرض الزمار مرض خطير، فخاف يموت ويسيب ابنه في الدنيا وحيد، فقرر انه يدله على طريق الحية وحكى له سرها. وفعلا راح الابن يغني ويعزف جنب الشجرة، فادت له الحية الجوهرة اللي مستنيها لحد ما قرب الأب يتعافى، فخاف الابن ان والده يشاركه في ثروته، فقرر انه يقتل الحية عشان ياخد كل الجواهر اللي جواها لنفسه. واثناء ما هو بيعزف والحية بترقص وتتلوى طلع من جيبه قطعة من الحديد هجم بيها على الحية، لكن قدرت الحية تتفاداه وتقطع ديلها، فهجمت عليه ودست سمها فيه، فمات الابن في ساعتها. وحزن الأب على ابنه حزن شديد. وعدى الزمن لحد ما في ليلة من الليالي رجع الزمار للحية وبدأ يعزف جنب الشجرة وهو بيحن للماضي، فأطلت الحية براسها ما بين الشجيرات بحذر ورفضت ترقص على نغماته، فطلب منها الزمار تنسى الماضي ويفتحوا سوا صفحة جديدة للمستقبل. لكن الحية ردت عليه وقالت إن الود والصداقة اللي كانت بينهم انتهت مع كل حاجة قاسية مروا بيها واللي كانت كفيلة تمحي اللي بينهم للأبد، فلا هي هتنسى ديلها المقطوع ولا هو هينسى ابنه اللي مات، وكل واحد فيهم عنده اللي يكفيه من الجراح اللي هتفضل معاهم للأبد. وخلص سعيد الحكاية واتملت عيون محمود بالدموع بعد ما فهم رسالة صاحبه وخرج من القرية بلا عودة. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وعمل الفيجوالز خالد جلالة ومنتجته مريم فودة. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.